حقيقة في ناس كتير بتسألني، انت قبل اعلان النتيجة بيوم طلعت يوم الجمعة في برنامج بالعبر الصحيح الصريح، وطلبت من الناس ان هي تتواجد في امام قبر الرئيس الراحل انور السادات في مليونية ضخمة لتأييد المجلس الاعلى للقوات المسلحة وتأييد الاعلان المكمل للدستور، يعني الاجراءات اللي ده حصل طبعا، لان في الوقت ده سربوا ليا المجلس العسكري، سرب ليا ان هو بيتعرض لضغوط وعايز دعم شعبي علشان يقدر يواجه هذه الضغوط. في نفس الوقت كان مسرب للإخوان، خلوا بالكم من دي، في نفس الوقت كان مسرب للإخوان ان هو بيتعرض لضغط، فهم يحشدوا في التحرير علشان ما ينزلش قبال الضغط. خلوا بالكم بقى، بيلعب الاتنين، بيقول للإخوان أيدوني واضغطوا، وبيقول لنا احنا أيدوني واضغطوا. خلاص يعني انت اتفضحت، وانت فضحت نفسك بنفسك. ليه؟ لأن انت ما عندكش خبرة سياسية.